في تجربة عملوها في السبعينات، وهي إنهم جمعوا مجموعة من الأطفال في سن ال4 سنوات، وحطوا كل واحد منهم في أوضة وادوله قطعة مارشميلو، واتفقوا معاهم إنهم يسيبوهم لوحدهم في الأوضة، ولو ما كلش قطعة المارشميلو دي هيدوله واحدة كمان، ولو كلها يبقى خسر ومفيش واحدة تانية. وسابوهم لوحدهم في الأوضة شوية وجها لوجه مع قطعة المارشميلو لمدة ربع ساعة تقريبا. طبعا الأطفال كانوا في حالة صراع بينهم وبين نفسهم. طفل وقدامه حاجة حلوة هيقدر ما ياكلهاش؟ نسبة كبيرة من الأطفال أكلت المارشميلو، منهم اللي انهارت مقاومته مع الوقت، ومنهم اللي ما كانش عنده مقاومة أصلا وكلها بمجرد ما الباب اتقفل. بس حوالي تلت الأطفال قدر يمسك نفسه وكسب قطعة المارشميلو التانية. العلماء بعدها تابعوا الأطفال دي على مدى سنين كتير في دراستهم وكمان في حياتهم وشغلهم، وشافوا إزاي بيتعاملوا ومدى قدرتهم على ضبط النفس تحت تأثير الضغوط. والسؤال دلوقتي، إيه المميز عند الأطفال اللي قدروا ينجحوا في الاختبار ده؟ بديهي إنك تقول إن عندهم قوة إرادة كبيرة أو إنهم أكثر قدرة على ضبط النفس، ولكن دول أطفال عندهم 4 سنين بس، مش فاهمين أي حاجة من اللي أنت قلتها دي. اللي حصل فعلا إن الأطفال اللي نجحت في الاختبار هم اللي قدروا يصرفوا انتباههم وتركيزهم عن قطعة المارشميلو. منهم اللي قعد يطبل ويغني أو يلعب، واللي أمن على الكرسي وقعد يجري في الأوضة، واللي حاول ينام. ودي عبارة عن حيلة فطرية عملوها عشان ما يبقوش مضطرين يقاوموا إغراء قطعة المارشميلو، لأن المقاومة هتنهار مع الوقت. وده اللي حصل مع معظم الأطفال اللي فضلوا قاعدين يبصوا على قطعة المارشميلو. المهم، الفكرة اللي عايزين نوضحها إن النجاح بيكون في تهيئة الظروف المناسبة أكتر من قوة الإرادة ومقاومة الإغراءات. يعني مثلا لو أنت بتعمل دايت، ليه تقاوم أكل الحلويات طالما إنك قادر ما تجيبهاش من الأساس؟ العلماء كمان راجعوا ظروف حياة الأطفال اللي كانت في التجربة، شافوا تعليم الأم، طريقة التربية، والبيئة اللي الطفل كان عايش فيها، ولقوا إن الأطفال اللي من البيوت الأكثر ثراء كانوا أكثر قدرة على ضبط النفس. وعشان يأكدوا تأثير التجارب وظروف البيئة في القدرة على ضبط النفس، في علماء أعادوا تكرار التجربة مرة تانية، لكن مع تعديل بسيط، وهو إنهم قسموا الأطفال لمجموعتين. في المجموعة الأولى ادوهم علبة ألوان وكتاب تلوين، ووعدوهم إنهم هيدوهم علبة ألوان وكتاب تلوين أكبر، ولكن ده ما حصلش. ونفس الوعد للمجموعة التانية، بس دول ادوهم فعلا. وبعد كده الأطفال في المجموعتين دخلوا في تجربة المارشميلو. الأطفال في المجموعة الأولى ما كانش عندهم ثقة في الباحثين، ما انتظروش وقت كتير وأكلوا المارشميلو، لكن المجموعة التانية انتظروا بمعدل 4 مرات أكتر من المجموعة الأولى. وهنا بنأكد أن القدرة على ضبط النفس بتتأثر بالتجارب والبيئة. الخلاصة، عارفين أن مقاومة الإغراءات ده شيء صعب، والأسهل أن ما يكونش فيه اختيارات، يعني ما يكونش فيه إغراءات من الأساس بقدر الإمكان، وإن ضبط النفس دي حاجة ممكن تتعلمها وتمرن نفسك عليها، زي إنك تلتزم مثلا بعادة جديدة، وعندنا فيديو بيشرح إزاي تعمل كده. تجربة المارشميلو اتعرضت لانتقادات كتيرة في الوقت المعاصر، واتقال إن ملهاش تأثير كبير فعليا، وإن في عوامل كتيرة أغفلها القائمين على التجربة، وإن في اختبارات حديثة نتائجها أكثر واقعية. فأنت إيه رأيك في الكلام ده؟ وكالعادة في النهاية، شكرا على وجودكم معانا، ونتقابل قريب إن شاء الله.